السلام عليكم، أهلا بكم في مطبخي. مكان بتحولي فيه أبسط المكونات لأروع الأكلات بطريقة سهلة وبسيطة، نتيجة مضمونة بإذن الله. نبدأ ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وإحنا طيبين وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة معانا وصفة بمناسبة شم النسيم، وصفة سهلة مكوناتها في بيوتنا كلها. المكونات: كوباية من اللبن الدافي، نص كوباية من اللبن الدافي، عليها معلقة سكر وعليها معلقة من الخميرة. بتدوبهم كويس وتتأكد ان الخميرة اتفعلت معانا. بنبتدي بقى نحط بقى الكلام ده في بولة، رشة من الملح، ربع كوباية من الزيت، بيضة فانيليا، 4 معالق من الزبادي او كوباية كبيرة من الزبادي، وبنقلبهم ونخلطهم كويس قوي. نقول مكونات تاني: نص كوباية من اللبن الدافي، عليها معلقة سكر ومعلقة خميرة، نتأكد من التفاعل معاهم. رشة من الملح، ربع كوباية من الزيت، بيضاية واحدة، فانيليا، و4 معالق من الزبادي أو كوباية كبيرة من الزبادي. ومعانا 3 كوبايات من الدقيق. وهنا عشان لو مش متأكدة من نوع من الدقيق بتاعك، عشان من دقيق بيختلف، بتكون ابتدي بكوبايتين ونص من الدقيق، وبعدين لو لقيتيها محتاجة كملي بالنص التاني. ونص معلقة من البيكنج باودر. وعجني بايديك، يعني العجينه سهله لدرجه انت ممكن تعمليها بايديكي او في العجان طبعا لو عندك. اعجني كويس قوي الخميره، سوري العجينه. واول ما تخلصي بمعلقه زيت او رشه زيت على ايديكي، وادهني وش العجينه عشان ما تشققش معاكي، وغطيها. وسيبيها تخمر بقى براحتك. ما اقدرش اقولك نص ساعه او ما اقدرش اقولك ساعه، على حسب التوقيت والوقت والمكان اللي بتعملي فيه العجينه. اهم حاجه ان هي تخمر معاكي وحجمها يتضاعف. العجينة سهلة جدا، هتلاقيها بتلزق في ايدك كده، ده عادي. وتسيبيها بقى بدهنة الزيت اللي احنا حطيناها على الوش عشان ما يتشققش، وتسيبيها لما تخمر. اول ما تخمر بتطلعيها زي ما هي وبالراحة، عشان ما تخرجيش منها الهواء اللي احنا عملناه بالخمر بتاعها. تبتدي بقى شكليها زي ما انتي ما عاوزة. تشكليها بقى مدور، تشكليها ضفيرة، تشكليها زي ما انا بعملها كده، زي ما تحبي. سهلة وبسيطة جدا. بس وانتي بتعجني وانتي بتشكليها، دهني ايديكي كده بدهنة من الزيت. سهلة جدا في التشكيل، بتشكل معاكي بسرعة جدا وسهلة جدا. قومي تعمليها الصبح وتفرحي ولادك في شم النسيم ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. مع شاي بلبن كده الصبح. ممكن على فكرة في الايام العادية كمان نعملها كمعجنات ونفطر بيها الصبح او بالليل كده مع شاي بلبن. عشاق الشاي بلبن يكتبولي في الكومنتات. واللي وصل معايا لغاية هنا ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة والكومنت. ولو هنطبق ان شاء الله الوصفة مع بعض، لو عجبتكم نزلوا لي التطبيقات بتاعتكم عشان اتفرج على صوركم. بتسيبيها بقى هنا لما تخمر تاني. بعد ما تخلصيها وتشكليها بتسيبيها تخمر. صفارة بيض، عليها معلقة من اللبن، ونقطة او نقطتين من الخل عشان زفارة بس البيض. وتدهنيها حبة بركة او سمسم زي ما تحبي، وزينيها كده بالسمسم. وحطيها في الفرن بتاعتك على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت. سهلة وصفة وبسيطة جدا. وطبعا ما ننساش نلون البيض ونفرح ولادنا. وخدوا بالكم برضو هي ما بتاخدش وقت كتير في الفرن. طبعا كل فرن وعلى حسب بياخد وقت قد ايه. شايفين طالعة عاملة ازاي؟ لونها تحفة اصلا. ريحتها بتعبي البيت كله، اصلا ريحة خبيث وخير كده في البيت. لونها لوحده اصلا يفتح النفس. جنب بقى كوباية شاي بلبن، مش عايزين حاجة تاني من الدنيا. ولو وصلت معايا لغاية هنا شكرا جدا. دمتم في رعاية الله. مع السلامة.